ازاي تباني اصغر سنا؟ عايزه كل اللي يشوفك يقولك انتي ما بتكبريش، هو انتي كل ما بتكبري بتحلوي. عايزين نشوف نعمل ايه عشان دايما نبقى عندنا نضاره وشكلنا حلو وشكلنا اصغر سنا. تابعي الحلقه. جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين، اونر عيادات لابونيتا جولي. والنهارده هنتكلم على حاجه مهمه بتهم كل البنات والستات، ان انا عايزه على طول ابان صغيره، عايزه على طول ما يبانش عليا السن، وحتى لما بكبر برضو بحلوي شكلي وشي فيه نضاره وشكله رايق. هنقول نصايح صغننه جدا وبسيطه جدا هنعملها علشان دايما يبقى وشنا فيه تجديد للخلايا وفيه نضاره، وحتى لما بكبر وانا برضو شكلي حلو وشكلي صغير. ايه النصايح اللي المفروض نعملها؟ زي ما احنا عارفين، اتكلمت لكم في حلقه قبل كده عن مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي يا جماعه هي اهم حاجه في الدنيا، لان كل خليه في جسمك بتتاكسد، وبتتاكسد معناها انها بتشيخ، احنا مش عايزينها تشيخ، فمش عايزينها تتاكسد، فعايزين باستمرار يبقى عندنا مضادات اكسده. هنعمل ايه؟ عايزه اقول لكم على وصفه طبيعيه جميله، عصير من غير ما اوريكي بيتعمل ازاي، هو سهل جدا جدا ومتوفر في كل بيوتنا. هنعمله كل يوم وهنشربه بالتزام كل يوم على الريق. هو ايه؟ هجيب ربطه بقدونس وربطه كرفس ومعلقه صغيره جدا جنزبيل باودر وليمونه هقطعها شرايح. كل ده هضربه في الخلاط، اصفيه، هيبقى عندي موجود في اي فلاسك واحطه في التلاجة. كل يوم الصبح هصحى من النوم قبل ما اعمل اي حاجه خالص هاخد الديتوكس بتاعي. ليه بسميه ديتوكس؟ لان العصير ده هيدخل ينظف كل خلايا جسمك من الاكسده. لو انت مريضه قولون هترتاحي، لو انت حد نيرفس هيرتاح، لو انت عندك بعد الشر ضغط، ده بيصفي نسبه كبيره جدا من الاملاح والميه من جسمك، فهيأثر مع علاج الضغط بتاعك، هتحسي انك فريش. فهو من الحاجات الحلوه قوي المهمه قوي عشان احس ان انا دايما في ديتوكس، دايما منظفه، دايما الخلايا اللي بتشيخ وبتتاكسد دي بتمشي وبتتجدد ويتكون غيرها. خليكم معايا، لسه هناخد كمان حاجه على الريق قبل ما نفطر، قبل القهوه، قبل اي حاجه. الكولاجين المارين كولاجين او الكولاجين البحري ده انا كلمتكم عنه قبل كده وباكد عليه، لانه المنتج المصري الوحيد اللي فيه كولاجين بحري واقدر اخده. احنا كنا بنتكلم على كولاجين كتير قبل كده، وكنت بجيب لكم شركات تانية مستورده، بس طبعا دلوقتي هو نو واي ان احنا مش عارفين نجيبها، ولو جبناها بتبقى غاليه قوي واحنا عايزين نستمر. فهنجيب المنتج المحلي ده ومحترم جدا، الكولاجين سي، لانه فيه كولاجين بحري اللي هو هيفيد جلدي وشكلي، وفي نفس الوقت فيه فيتامين سي اللي هو مضاد اكسده. فانا كده 2 في 1. هي باكت هدوبها في ميه، في نص كوبايه ميه، وبرده هشربها على الريق مع البقدونس. انا كده عملت كل مضادات الاكسده اللي هتخليني شكلي فريش. ايه كمان المفروض نعمله ويبقى ثابت في روتيني باخده كل يوم؟ الاوميجا 3 يا جماعه. الاوميجا 3 دي انا عايزه اقول لكم ليها مفعول السحر. الاوميجا 3 بتحافظ على صحتك بصفه عامه. انت لو صحتك فيها مشاكل هيبان على وشك وهيبان على نضارتك وتبقي لسه صغيره ويبان عليكي سن. الاوميجا 3 من الحاجات اللي بتحافظ على ان ما يجيلكيش تصلب شرايين، ما يبقاش عندك مشاكل لا قدر الله في القلب، بلس ان هي حاجه بتدي لمعه كده في جلدك، بتدي لمعه كده في شعرك. الاوميجا 3 اللي احنا مش بنقدر نحصل عليها من مصادر طبيعيه زي الاسماك والجمبري والبحريات بصفه عامه، لو بتاكليها كتير قوي في الاسبوع خلاص نلغي الاوميجا 3، لكن احنا مش بنعمل كده، فبالتالي احنا محتاجين ناخد الاوميجا 3. وده منتج برضو مصري موجود في كل الصيدليات، سعره في متناول كل الناس، مش لازم تشتري الاوميجا 3 المستورد، هو برضو ده اوميجا 3 وتركيزه كويس جدا. ال 500 بالنسبه لنا هناخد منه مرتين في اليوم بعد اي وجبه، فده هيخليكي دايما محافظه على جسمك، هيخليكي فريش، هيخليكي بشرتك فيها لمعه حلوه. فبليز اوعي تستغني عن الاوميجا 3 فوريفر. ملوش اي سايد افكت، ملوش اي ضرر، مش بيتخزن في الجسم ولا هيعمل لك اي مشاكل. اخر حاجه هنعملها وبرده في متناول ايدينا ومنتج مصري ومش غالي، احنا دلوقتي بنعمل فوكس ان احنا ندور على بدايل نقدر كلنا نجيبها، لان طبعا المستورد بقى اوفر جدا وبقى غالي جدا، واللي هتجيبه مره مش هتجيبه تاني. احنا عايزين نستمر. هنجيب فيتامين ب حقن. فيتامين ب حقن انا جايبه لكم النهارده النيوروفيت، لان انا بحب النيوروفيت ده جدا، منتج قديم كده وتحسي ان هو الفيتامين ب الاصلي يعني. هنجيب اي فيتامين ب تقدري تجيبيه حقن امبولات، وهناخده مرتين في الاسبوع اول شهر. وممكن لو احنا عندنا مشاكل شويه في العظم او في تساقط في الشعر ممكن ناخده 3 مرات في الاسبوع اول شهر،
ونرجع ناخده مرتين وبعد كده نخليه مره في الاسبوع. هتفضلي مواظبه عليه على طول في روتينك. فيتامين ب يا جماعه حاجه كده بتدي ريفرش، بتخليكي دايما نشيطه، بتاثر ان بتخلي شعرك ما يتساقطش، بتخلي بشرتك حلوه. فيتامين ب فيتامين الذاكره. اي ست او بنت عدت ال30 هو فيتامين ب بالنسبه لك حاجه مهمه. لو حافظنا على الحاجات دي شويه نصايح بسيطه هتخليكي دايما شكلك صغير، ما عندكيش اكسده، الخلايا مش بتشيخ وتكبر، فباستمرار هتخلي اللوك بتاعك زي ما انت بتحبي.